في الحلقة اللي فاتت خدناكم في جولة بين جدران المعابد المصرية، وشفنا سوا ازاي النقوش كانت بتحكي قصص مقدسة وتفاصيل دقيقة عن طقوس ومعبودات وأساطير، وكأن الجدران نفسها بتتكلم. لكن هل فكرتوا مين كتب وسجل النقوش دي؟ مين اللي حفظ الطقوس دي عن ظهر قلب؟ مين اللي كان واقف في قلب المعبد بيردد الأناشيد وبيقدم القرابين؟ النهاردة هنجاوب على كل ده، وهنغوص مع بعض في حياة كهنة المعابد في مصر القديمة، وهنعرف ازاي كانت بتنشئهم المعابد، وازاي بيختاروا الكهنة، وايه الطقوس والتدريبات اللي بيخوضوها عشان يوصل لأعلى مراتب القداسة. استعدوا للرحلة الجديدة، أعمق وأقرب لجوهر المعبد نفسه. وياريت لو لسه ما شفتش حلقة النقوشات تروح تتفرجوا عليها بعد الحلقة دي عشان الصورة تكتمل قدامكم. يلا بينا. كيف يصنع الكاهن في مصر القديمة؟ قبل ما يلبس الزي الأبيض المميز وقبل ما يقف جوه قدس الأقداس يقدم القرابين في رحلة طويلة لازم الطفل يخوضها. الطفل اللي بيتم اختياره ليكون كاهن بيبدأ رحلته من سن صغير، وبيتعلم أولا قواعد اللغة والكتابة المصرية القديمة، لأن من غيرها مش هيعرف يقرأ التعاويذ ولا يفهم الطقوس. وبعد كده يبدأ في دراسة أعمق، يتعلم صور المعبودات وألقابهم وصفاتهم وأدوارهم في الأساطير، يقرأ النصوص المقدسة ويتتبع تفاصيل الشعائر والطقوس الدينية بدقة. ولما ينهي الدراسة دي بيكون على موعد مع اختيار مقدس. لو نجح فيه يبدأ أول خطوة حقيقية في عالم الكهنوت، وهنا تبدأ الطقوس الفعلية. بيخلع ملابسه، يستحم بمياه طقسية للتطهير، يحلق شعره ويتطيب بالعطور المقدسة، ثم يرتدي الزي الرسمي للكهنة الأبيض النقي. وبحسب رتبته داخل المعبد بيتم تحديد دوره من أول كاهن مساعد لحد كبير الكهنة. وعلى فكرة النساء كان ليهم دور مهم ككاهنات داخل المعبد، وخاصة مع معبودات زي حتحور وإيزيس. كبير الكهنة الملك غير المتوج داخل المعبد. في كل معبد من معابد مصر القديمة كان في شخصية واحدة بتتربع على قمة الهرم الكهنوتي، مش أي شخصية، ده كاهن الأول أو رجل الطقوس الأول. هو ده اللي بيسمح ليه الدخول إلى أقدس مكان في المعبد، قدس الأقداس. هو اللي بيقول الشعائر نيابة عن الملك، هو اللي بيخطط للاحتفالات الكبرى والمواكب الدينية، وبيكون المسؤول الأول عن تنفيذها بدقة مقدسة. في معابد آمون خصوصا الوضع كان أعظم. مين اللي بيختار كبير الكهنة؟ مش الملك ولا الشعب، ده وحي المعبود نفسه. وفي عهد الملك رمسيس الثاني تم اختيار نب وينن اف ككاهن أول لمعبود آمون. وتخيل معايا مشهد تتويجه تم أمام رجال البلاط الملكي، والملك نفسه منحه سلطات عليا، وكل خزائن آمون وشونته أصبحت تحت سيطرته بخاتمه الذهبي وعصا المطلية بمزيج الذهب والفضة. بعد التتويج بيتم إعلان الخبر في كل أنحاء مصر، ويمنح زي خاص بيه، والرأس يا إما محلوقة أو مغطاه بباروكة، وحول رقبته بيتعلق ناووس ذهبي صغير كرمز لمكانته المقدسة. بعد الكاهن الأول مين اللي بيكمل منظومة الكهنوت؟ في هرم الكهنة ما كانش الكاهن الأول هو الوحيد اللي بيحمل عبء الشعائر،
وتحت ايده بيجي الكاهن التاني، وده كان بيشتغل زي نائب رئيس الكهنوت، بيساعد الكاهن الأكبر، وساعات بيحل محله تماما في أداء الوظائف الدينية لو غاب أو تعذر عليه. ويجي بعده الكاهن الثالث والرابع، وبعدين نلاقي فئة كبيرة من الكهنة العاديين المعروفين بلقب حم نثر، يعني خدم المعبود. عددهم كان ضخم جدا، وعشان كده تم تقسيمهم إلى 4 فرق. كل فرقة كانت بتخدم المعبود بنظام التناوب عشان يضمنوا استمرار المراسم والشعائر ليلا ونهارا وفي مواعيدها المقدسة. لكن مش كل الكهنة زي بعض، في فئة مخصوصة اسمهم الكهنة المطهرون، ودول بس اللي كان مسموح ليهم يقتربوا من التمثال المقدس للمعبود ويحملوا القارب المقدس في الأعياد والاحتفالات. وعشان كده كان لازم أجسادهم تظل في حالة نقاء وطهارة كاملة. أما الآباء المقدسون فمهمتهم كانت أعمق، بيهتموا بتفسير رغبات المعبود ومتابعة أداء الطقوس بدقة والتأكد إن كان تفصيله ماشية حسب المشيئة المقدسة. ونيجي لفئة مميزة جدا، الكهنة المرتلون. دول مش بس بيغنوا تراتيل، دول المسؤولين عن تنظيم ومراجعة الشعائر اليومية، وبيتلوا الصيغ الدينية بدقة مقدسة أثناء كل طقس وشعيرة. كل كاهن وكل رتبة كان ليها دور محوري في المعبد يفضل نابض بالحياة، والصلة بين الناس والمعبود تفضل حاضرة على طول. طيب والنساء، هل كان ليهم مكان جوه المعابد؟ أكيد. المرأة المصرية ما كانتش أبدا بعيدة عن العالم الديني، بل كان ليها دور روحي بالغ التأثير داخل المعبد، وخصوصا في طائفة الكاهنات اللي اتقسمت لفئتين مميزتين جدا. الفئة الأولى تعرف باسم هيئة الخنريت، ودول ستات مميزين جدا، كانوا بيعيشوا في أعمق الأماكن المغلقة داخل المعبد اللي محدش بيدخله غيرهم. عشان كده كانوا بيلقبوا بالحرم المقدس، الزوجة المقدسة للمعبود، اليد المقدسة، المتعبدة المقدسة. وغالبا اللي بينضم للفئة دي هم بنات الكهنة الكبار واللي بيورثوا الوظيفة عن أبائهم. وفي عصور الدولة الحديثة شفنا ملكات وأميرات بيحملوا الألقاب دي تقديسا لدورهم. أما الفئة التانية فكان ليهم حضور جميل وموسيقي، دول النساء اللي بيشاركوا في احتفالات والطقوس من خلال تحريك الصلاصل والصاجات، وبيغنوا وينشدوا التراتيل للمعبودات. بس دول مش مطلوب منهم يقيموا جوه المعبد، لكن وجودهم كان ضروري في إحياء الروح المقدسة للطقوس زي النغمة اللي بتحيي القلوب وسط صمت الجدران. في قلب المعابد الرئيسية والمحلية بتقف النقوش على الجدران والأعمدة وجوانب الأبواب كأنها كتب مقدسة منحوتة من الحجر. نقوش ضخمة متسلسلة بتسجل أحداث ومراسم عظيمة، ملوك بيقيموا الطقوس والمواكب الاحتفالية وشعائر بتقام بكل دقة عشان توصل رسالة واضحة. الملك هو الشخص الوحيد اللي ليه الحق في تقديم القرابين والشعائر للمعبودات، لكن لما الملك ما يكونش موجود بيجي دور الكاهن الأول اللي بيكون هو المكلف بإقامة العبادات اليومية بدلا عن الملك، وبيمارس دوره داخل أقدس مكان في المعبد، قدس الأقداس. جوه المحراب الصغير ده في تمثال للمعبود، مش أي تمثال،
مصنوع من خشب نادر مغطى بصفائح ذهب ومطعمة بأحجار كريمة فخمة، واللي بيمثل التجسيد الحي للآلهة على الأرض. المحراب نفسه بيبقى مقفول بباب مزدوج وبيتقفل بترباس معدني، وبيختم عليه ختم من الطين المحروق في إشارة لقداسة اللحظة وسرية الشعيرة. قبل ما أشعة الشمس تلمس جدران المعبد، كان الكاهن بيبدأ يومه من بر داود، بيت الصباح، ودي غرفة صغيرة مخصصة لطقوس التطهر. هناك بيغتسل ويتطيب ويرتدي زي الكهنة، ثم يمسك المبخرة ويطهر جسده بالبخور كأنه بيستعد للدخول لعالم مختلف. بخطوات هادئة ومبخرة بتتصاعد بيقترب الكاهن من قدس الأقداس، وفي يده شعلة صغيرة بينور بيها المكان، ويكسر ختم الطين المحروق ويفتح الترباس الحجري ويتلو في خشوع صيغة قطع الرباط، وهي الكلمات اللي بتفتح له باب عالم مقدس. وفي اللحظة صامتة بيظهر قدامه تمثال المقدس مصنوع من الخشب ومطعم بالذهب والأحجار الكريمة، ويسجد الكاهن قدامه في تبتل ويرتل دعاء ويقوم وينشد أناشيد التعبد، ويرش التمثال بالعطر المقدس ويحمل التمثال. وفي اللحظة اللي يلمس فيها الكاهن تمثال الإله، بيؤمن المصري القديم إن روح المعبود الهايم في السماء بيتنزل بفضل أشعة الشمس وتتجسد داخله. هنا المعبود أصبح حاضر في هيكله، جالس على عرشه مستعد يتلقى القرابين ونشر البركة على البلاد. لكن قبل أي حاجة الكاهن بيقدم رمز معد، رمز العدالة والحق، عشان يعيدوا التوازن الكوني ومنع الفوضى. بعدها بيطهر التمثال مرتين بالمية والبخور، ويلبس رداء مكون من 4 طبقات من النسيج: الأبيض والأحمر والأخضر والقرمزي. بعد كده يعطر بأفخم الزيوت وتوضع عليه الحلي المقدسة والرموز الإلهية. ومع كل يوم جديد يواصل الكاهن ترتيل الأناشيد اللي بتمجد المعبود وبتذكره بقدراته، كأن كل صباح هو بداية جديدة لعهد مقدس بين الآلهة وأرض مصر. بعد الانتهاء طقوس أسرار الميلاد تبدأ مرحلة جديدة في رحلة التعبد. تعاد تماثيل المعبودات إلى المقصورات، كل واحد على محرابه، باستثناء واحد فقط: خنوم. خنوم صانع البشر لا يعود إلى محرابه فورا، بل تبدأ معه شعائر فريدة من نوعها. يخرج من قدس الأقداس ويطاف به في أرجاء مدينته في موكب مليان بالتبجيل والتقديس، وبعدها يرجع لقدس الأقداس ويتقدم له الطعام ويستمر الخدمة لحد المساء، بل لحد الفجر. خلال الطقوس دي بيطلع أمامه نص المقدس عن وضع عجلة الفخار اللي بتشكل منها البشر في أحشاء النساء، ويتبعها نشيد طويل لخنوم بيمجد قدراته الإلهية في الخلق والتكوين. وفي النهاية بيقدم الكاهن في خشوع ويقفل محراب المعبد ويتراجع ببطء شديد، وهو بيمسح آثار خطواته من أرض قدس الأقداس الطاهرة باستخدام مكنسة سحرية، ثم يغلق الناموس ويرجع الصمت لحد الصباح، وتعاد الطقوس من جديد في دورة أزلية ما بتخلص. في معبد إدفو لم تقتصر قدسية الكهنة على الطقوس بس، وجدت مكتبة مقدسة اتكتبت بخط ايدهم بتوثق بدقة مواعيد الأعياد والطقوس والقرابين والهدايا، كل تفاصيل الحياة الروحية يوم بعد يوم. أما في معبد دندرة
وجد حاجة أكثر غموض. مخبأ سري مدخله يرتفع عن الأرض ب3 أمتار، مخفي بإتقان داخل أحد الهياكل المحيطة بقدس الأقداس. بداخله كتبت أسرار ما يعرفهاش إلا قلة قليلة. وكانت هيبة الكهنة عظيمة لدرجة إن كبير الكهنة آمون حريحور نقشت على قاعدة تمثاله عبارة تحذيرية تهز لها القلوب: كل من يزحزح هذا التمثال عن مكانه حتى ولو بعد آلاف السنين سينال بطش آمون الرهيب، ولن يذكر اسمه على الأرض مصر، وسيموت من الجوع والعطش. يمكن تظن عزيزي المشاهد إن الكهنة في مصر القديمة بسبب مكانتهم العالية وسلطتهم الروحية ما كانوش بيخضعوا لأي قوانين أو قيود، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. في معبد كوم إمبو لقينا نقش نادر رقمه 822 باء بيحمل رسالة صريحة موجهة مباشرة للكهنة والمتخصصين داخل المعبد: لا تدخلوا للمعبد وأنتم مخالفون للقواعد، لا تدخلوا وأنتم في حالة دنس، لا تنطقوا الكذب وأنتم في بيت الإله، لا تمارسوا النميمة، لا تحرموا الفقير لحساب القوي، لا تزوروا الأوزان ولا تنقصوا من مساحة الأرض، ولا ترتكبوا مخالفة في صاع الحبوب. تحذيرات واضحة وممنهجة. الحياة الكهنوتية ما كانتش سهلة، بل كانت محكومة بسلسلة طويلة من المحاذير الأخلاقية والسلوكية اللي بيبدأ من باب المعبد ما بينتهيش عند طقوس العبادة. الموضوع وصل للجانب الغذائي. بعض أنواع الخضر والأسماك ممنوع تناولها تماما، والكهنة ما يقدروش يدخلوا المعبد لو معاهم أي حيوان اعتبر رمز للشر، زي الكلب أو الحمار أو التيس أو الخنزير. كان لازم الكاهن يطهر قلبه قبل ما يطهر جسده، لأن خدمة المعبود ما تتقبلش إلا من نفس نقية. وفي نهاية رحلتنا داخل أروقة المعابد وأسرار الكهنة، اكتشفنا إن الكهنوت في مصر القديمة ما كانش مجرد سلطة روحية أو واجب ديني، لكن كان نظام دقيق وصارم بيجمع بين العلم والانضباط والإيمان العميق. من أول تعليم الطفل الكاهن لطقوس التطهير قبل شروق الشمس لحد صيغ تراتيل والتعامل مع معبود نفسه، ومن مظاهر التشريف والسلطة للقيود الأخلاقية والمحاذير اليومية. عرفنا إن الكاهن ما كانش بس خادم للمعبود، لكنه حارس الاتزان الكوني وشاهد على حضارة بنيت على الاحترام المقدس والالتزام بها. الحلقة دي كانت مجرد لمحة صغيرة لعالم واسع جدا، ولسه المعابد المصرية القديمة مخبية جواها أسرار تانية كتير. استنونا في الحلقة الجاية، وافتكروا دايما في التاريخ كل حجر وراه قصة، وكل نقش وراه سر، وكلهم هدفهم إجابة واحدة: عرفت